هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، ومعرفش الفترة دي يعني يا رب كده ما حسيتش نفسي، بس حاسة بحماس كبير قوي ان انا اقعد واصور معاكم فيديوهات. شفتوا لسه بقولكوا الحماس اهو، من كتر ما خدني نسيت ان انا احط المايك. هحط المايك وارجع تاني. طيب للاسف رحت دورت على المايك مش لاقياه، ومش عايزه ادور كتير قوي علشان الوقت دوت. انا يعني ليلى كده ايه حطها عند ماما رهن لغايه ما اخلص، فلازم بسرعه بسرعه اخلص الفيديو ده. المهم الفيديو النهارده الاول، بس خليني اقول لكم لو لسه اول مره تشوفوني، لو لسه في حد جديد في الشانل، اهلا بيكم في القناه بتاعتي على اليوتيوب. انا اسمي رضوى احمد، وبعمل فيديوهات لكل حاجه تخص الستات والبنات بشكل عام. خدي كده جوله في القناه بتاعتي، ولو عجبتك المحتوى بليز ما تنسيش ان انت تعملي سبسكرايب او اشتراك، واعملي لايك للفيديوهات اللي هتعجبك، وسيبي لي كومنت تحت الفيديو اللي عجبك، وقولي لي حابه اتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. اوكي. مش عارفه ليه بقيت بنهج كتير وانا بتكلم. الحمد لله. المهم هنتكلم النهارده في الاجراءات او الخطوات اللي احنا مفروض كستات نعملها، والفيديو النهارده مينلي للستات المتجوزين او المتزوجات، وللبنات المخطوبين اللي قربوا على الجواز. لو في رجاله في الفيديو بليز يعني بلاش نكمل الفيديو، ولو في بنات لسه صغننين يعني ما اعتقدش الموضوع هيبقى يعني مثير قوي بالنسبه لكم او مهتم، بس برضو البنات ممكن تكمل عادي كفكره بشكل عام كده، ازاي تحافظي على نفسك وانتي في البيت. اوكي. طيب العلاقة الزوجية هل بيكون ليها إجراءات معينة أو ترتيبات معينة أو حاجات معينة؟ طبعا بيكون ليها حاجات مهمة جدا، ولازم تكوني عارفاها، ولازم تكوني حريصة إن هي تكون حاصلة ومتأكدة كده من إن هي معمولة قبل كل علاقة زوجية. طب عشان أكون متأكدة، ما أنا طبعا مش هبقى ظابطها بالساعة، احنا يعني مش عارفين، هو مش وقت محدد، يعني مش جدول عاملينه عارفة أنا إمتى هيحصل كده، هي حاجات بتيجي كده يعني إذ فجأة زي ما بنقول. كتير بنبقى عارفين، بس يعني برضو ايه ساعات بتيجي كده والدنيا مش مترتبة. علشان كده انا النصايح اللي انا هقولها لك النهارده عايزاها تكون جزء من الروتين بتاعك، يعني عايزاها تكون جزء لا يتجزأ من شخصيتك كده، ومن الروتين بتاعك سواء في اليوم او في الاسبوع او في الشهر، تعمليها بشكل مستمر وشكل على طول لحد ما تصبح جزء من عاداتك، عشان بعد كده ما تكونيش ايه تتحطي في موقف سخيف او موقف مش حلو. على قد ما نقدر طبعا. اوكي. في الاول وفي الاخر احنا كلنا بني ادمين، عشان برضه بحب قوي اتك على الجمله دي، يعني قبل ما نتكلم في حاجات كتير، بس يعني طبعا يعني انا مش هطلب منكم حاجات صعبه، بس لازم تكوني برضه عندك ثقه في نفسك، عارفه ان احنا كلنا بني ادمين. الحاجات اللي انا هتكلم عليها دي كلها بتحصل لنا كلنا، مفيش حد يعني مثلا مثلا كمشكله مثلا الشعر اللي في الجسم، دي حاجة عادية جدا. وبالعكس ده في مجتمعات تانية مثلا الستات فيها ما بتعملش خالص اي نوع من انواع ازالة الشعر، وشايفين ان هي حاجة طبيعية وحاجة عادية جدا. بس انا بتكلم هنا عن مجتمعنا احنا الشرقي والمصري والعربي يعني بشكل عام، احنا كستات ما عندناش الفكر ده او الثقافة دي، وبالتالي برضو الرجالة بتوعنا ما عندهمش الفكر ده او الثقافة دي، فاحنا بنهتم بالموضوع ده. بس برضو في الاخر ما تزوديش قوي في الموضوع، وما تجيش قوي على نفسك، لانه في الاول وفي الاخر في حاجات مش هتعرفي تعملي كنترول عليها، هضطر الغي للاسف. يعني انا مثلا بيجي لي كومنتس وبيجي لي اسئله كتير جدا، ان واحده بتبقى داخله خايفه وهي داخله تتجوز، او هي مع جوزها اوريدي، خايفه ومرعوبه من فكره ان هي المنطقه الحساسه عندها مثلا بلون اغمق من لون الجسم. يا جماعه ده طبيعي جدا، طبيعي ان هي مش نفس لون الجسم. والحاجات بقى اللي احنا بنشوفها او بنسمع عنها دي مش حاجات واقعيه ومش حقيقيه، فانتي don't pressure yourself. يعني في الاول وفي الاخر هو مش متجوز لوح خشب، هو متجوز بني ادمه يعني. اهم حاجه تعرفي تاخدي بالك منها النظافه، لكن فكره بقى لون شكل معين حاجات معينه، حاجات انتي مالكيش دخل فيها، خلاص يعني ستوب لحد كده، وما تكلفيش نفسك اللي ما تقدريش عليه. انا هنا هتكلم عن الحاجات اللي احنا كستات اصلا اوريدي بنحب نعملها. طيب نيجي لاول او يعني مين اللي احنا قلنا اول حاجه، ان انت لازم تكوني الخطوات اللي انا هقولها دي مش بس قبل العلاقه الزوجيه، لازم تخليها في روتينك. طب الخطوات دي اللي هي ايه؟ انك اول حاجه واهم حاجه، يعني الرجاله ممكن يكون ذوقهم بيختلف في الستات، واحد يحب التخينه، واحد يحب الرفيعه، واحد يحب المتوسطه، واحد يحب الطويله القصيره السمراء البيضاء البلوند البرونات، ايا كان هي ايه. بس كلهم هيتفقوا ان هم بيحبوا الست النظيفه. مفيش راجل اكيد بيحب الست اللي مش نظيفه، يعني ده بقى ذوق غريب. بتكلم بجد، مفيش راجل بيحب الست تكون مش نظيفه، ففكره ان انت تكوني نظيفه دي متفق عليها.
فلازم على طول تكوني متأكدة ان انت تكوني نظيفة وريحتك حلوة. مش لازم ريحتك تبقى نفاذة، مش لازم ريحتك تبقى اوفر، لان دي برضه اذواق، بس لازم تكون ريحتك لطيفة ناعمة خفيفة وحلوة كده. عشان كده ايه بقى، طبعا احنا بناخد الشاور العادي جدا وبنستحمى وكل الكلام ده بشكل يومي وبشكل روتيني عادي، بس في حاجات معينة عند شوية بنات كده وعند شوية ستات بتقع منهم. زي ايه؟ زي ان انا لازم اكون متأكدة ان انا غاسلة المنطقة الحساسة بالغسول المخصص للمنطقة الحساسة، اللي هو مثلا زي كير فري او جولد او الحاجات اللي انا اتكلمت عنها قبل كده في فيديوهات قبل كده. وهعمل لكم برضو فيديوهات جاية ان شاء الله للغسول او للحاجات اللي بننضف بيها الاماكن دي. لازم اكون متاكده ان انا غسلاها بالغسول ده بشكل دوري، يعني مثلا كل يوم كده مره على الاقل بغسلها بالغسول ده. ولو عندي وقت بقى قبل العلاقه نفسها وعارفه ان انا مثلا يعني هبقى مع جوزي مثلا الوقت ده، يعني يفضل ان انا قبلها على طول مباشره اكون منضفه المكان ده. تدخلي كده التويلت، تدخلي الحمام، تاكدي انت دخلتي الحمام عادي جدا، مفيش اي احراج في الكلام ده، وتنضفي المنطقه دي بالغسول المخصص ليها. اوكي، دي المنطقه الحساسه اللي هي منطقه البikini. وكمان ايه، منطقه تحت الابط او الاندر ارمز لازم تكوني برضو متاكده ان هي نظيفه خالص وجافه، ومستخدمه مزيل العرق اللي ريحته لطيفه، ما تكونش ريحه نفاذه جدا. علشان برضو انا يعني بشوف انه الروائح الاوفر قوي او الزياده قوي ممكن تكون بتضايق بعض الرجاله والستات برضو. يعني حتى الرجاله مثلا في النظافه الشخصيه ممكن تكون انت ما بتحبيش ريحه البرفيوم القويه، وريحه جسمك اصلا لوحدها بتكون ريحه محببه لجوزك، يعني ده اكيد خليك متاكده منه. طبعا لو انت محافظه على نظافه جسمك يعني. فبرضو الاندر ارمز حاجه مهمه جدا. الثدي او الثدي يعني اللي هو الصدرك لازم يكون برضو متاكده ان هو نظيف، خصوصا الناس اللي عندها الاحجام اللي ما شاء الله كبيره يعني. كلام محرج قوي يا بنات. المهم لازم تكوني متاكده ان هو نظيف وبرده جاف، مفيش اي ريحه عرق، مفيش ريحه اي حاجه. ومثلا في وقت الرضاعه احنا عارفين ان في ريحه بتبقى مثلا زي ريحه اللبن والحاجات دي، لازم تكوني متاكده ان هي بقطنه والمكان ده نظيف خالص وجاف وريحته كده لطيفه وخفيفه. وكمان ورا الودان دي حاجه مهمه جدا برضو ان انت تنضفيها. انا بقول لكم بس يعني النظافه بشكل عام، بس بقول لكم على البوينتس كده اللي احنا ممكن كستات ممكن تقع كده. ايه تاني؟ الفم، الاسنان والفم، يعني اللسان والبق والشفايف من جوه، الفم كله، مش بس اسنانك تبقى نظيفه، مش بس غسلنا كده، لا بنغسل كده وبنستخدم مثلا الغسول بتاع الفم او حتى ميه بملح او مضمضه حتى عاديه كده بالمعجون الخفيفه. ولو انت عندك مشكله بقى مثلا في اللثه، عندك مشكله في الاسنان، في زي سبراي كده بتجاب من الصيدليه، بس هو مش عندي للاسف، انا مش بستخدمه. بس يعني الحمد لله مش عندي مشكله في اسناني، بس في ناس بتبقى فعلا عندهم ريحه فم واضحه مش لطيفه وواضحه. فلو انت بتبقى عارفه ان انت عندك مشكله من الحكايه دي، حطي السبراي ده قبل العلاقه على طول، ما فيهاش اي مشكله. يبقى اسنانك وودانك والكلام ده كله طبعا يكون نظيف. الحاجه اللي بعد كده ايه؟ ايدينا، يعني كف ايدينا لازم تتاكدي ان هو نظيف. نظيف يعني غسلاه؟ لا للاسف احنا بنبقى طول اليوم في المطبخ وبنشتغل وبصل وتوم وحاجات بنعملها بايدينا، وريحه الطبيخ خصوصا البنات اللي عندهم ضوافر، الريحه بتمسك في ايدينا بطريقه، الريحه بتمسك في ايدينا بطريقه مش طبيعيه انا عارفه. فلازم كده تمسكي مثلا ليمونه بشويه ملح وتدعكي ايديكي كويس قوي تنضفيها. ولو عندك مثلا سكراب او مقشر او غسول ريحته قويه بقى هنا، استخدميه شويه كتير كده حلوه قوي. لازم تتاكدي ان انت ريحه ايدك نظيفه، لان برضو اثناء العلاقه يعني مفيش مانع ان ايدك اكيد هتيجي على وشه وهيمسك ايدك، هيحصل اي تلامس، المهم ان ايدك هتكون قريبه من المكان ده، واكيد برضو هيحصل ان هو يشمه. فمش لطيف خالص ان هو يشم المكان ده يلاقي بقى ايه ريحه طبيخ وبتاع وكده. جوزك وبيحبك وكل حاجه، بس احنا برضو نديهم حقهم عشان الموضوع بالنسبه لهم يعني يبقى الطف حاجه ممكنه. اوكي، فهنغسل ايدينا كويس قوي، ولو في ريحه حاجه نحط لوشن او برفيوم او اي مثلا في اللي هي الكولونيا بقى، اللي هو الكولونيا نفسها، دي اكتر حاجه بتودي ريحه الايد حتى مش البرفيوم. في يعني احنا عارفين مثلا في اودو بارفان واودو تواليت واودو كولون. الاودو كولون ده اللي هي الكولونيا بقى، دي اكتر حاجه بتودي ريحه الايد لو ايدك فيها ريحه معينه. اوكي، فدي الاماكن اللي انت تتشك ان هي نظيفه قبل كل علاقه زياده عن جسمك كله. طيب نيجي بقى لتاني حاجه، وهي ايه برضو لو كل الرجاله اتفقوا عليها، النعومه. انك لازم تكوني ناعمه ولازم يكون جسمك ناعم ومتاكده ان مفيش شعر زياده في جسمك.
انا عارفه ان بيجي وقت سخيف كده ما بين الناس مثلا بتعمل سويت او واكس، بيجي وقت سخيف اللي هو وقت اللي هو الشعر بيطلع، لا هو طلع عشان هعرف اشيله، ولا هو موجود مثلا طويل فهعرف لا هو طلع يعني، ولا هو تحت خالص فمش مش محسوس الوقت اللي هو بيبقى فيه الشعر كده. فانا بشوف لو انت جسمك من الانواع دي يا ريت تعملي ليزر، هيكون ده حل كويس جدا. مش متاح بالنسبه لك الليزر، فمعلش بقى تضطري ان انت تعملي شيفنج كده عشان على طول تكوني متاكده ان المكان ما فيهوش شعر خالص ونضيف وناعم، علشان برضه الموضوع ده اكيد مش الطف حاجه يعني ان جوزك يجي يحط ايده يلاقي في شعر، يعني لازم تكوني متاكده من الموضوع ده. طيب خدنا الشاور ونضفنا جسمنا وكل الخطوات اللي فاتت دي، الخطوه اللي بعد كده بقى احنا نطلع وهنلبس اللانجري او اللبس اللي احنا هنلبسه في وقت العلاقه. اعملي حسابك ان اللانجري لما بيتلبس على الاقل لازم تشطفيه على ايدك ويدك، يعني حتى مش بيتحط في الغساله، مفيش لانجري بتتحط في الغساله، بس بتشطفيه حتى على ايدك كده بشويه شامبو وانت بتاخدي شاور بعدها عشان تتاكدي ان هو نظيف. بلاش ابدا ابدا تلبسي لانجري كنت لابساه مره قبل كده، لانه غصب عنك اثناء العلاقه، انت حتى لو بلاش اثناء العلاقه، انت لو هو بيتقلع خالص انت بتبقي حاطه كريم وحاجات كده على جسمك وبرفانات، فالكريم مع البرفيوم لو الريحه دي فضلت في اللانجري وسبتيه مثلا المره الجايه كده تلبسيها، للاسف هتطلع ريحه مش حلوه، هتبقى ريحه مش لطيفه قوي. فلازم تكوني ايا كان، ما تلبسي البيجامه، هتلبسي لانجري، هتلبسي قميص نوم، هتلبسي ايا كان المسمى ايه، الشيء اللي هتلبسيه اثناء العلاقه الزوجيه لازم يكون نظيف ومغسول، يعني مغسول، ودي اول لبسه ليه. مش بهدوم البيت اللي احنا طبعا لو الموضوع جه على غفله، انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم لو الموضوع يعني انت عارفه، يعني فاهماني ازاي، لو معاكي ال10 دقايق اللي قبل العلاقه دي وممكن ان انت تغيري هدومك او تلبسي حاجه نظيفه عشان انت حاسه تحسي ان انت فريش كده ونظيفه، فاهمه، والموضوع انت في مودك اصلا هيحسن جدا من المود، وهتكوني واثقه في نفسك اكتر بكتير قوي. فنلبس حاجه نظيفه قبل العلاقه الزوجيه، تكون اول لبسه، مش نظيفه ان هي مش يعني مش عليها مثلا طبيخ، لا نظيفه يعني مغسوله، ودي اول لبسه ليها بس كده، يعني اي ثينك ان هي واضحه يعني. طيب لبسنا لانجري نضيف، ايه تاني بقى ممكن مبقاش بناخد بالنا منه؟ انا في الفيديو ده مينلي بتكلم عن الحاجات اللي احنا ممكن تكون واقعه مننا. شعرنا يعني بصوا، خصوصا بقى الناس اللي زي مثلا اللي شعرها دهني وكده، بيلقط كل ريحه من كل حته، يعني سبحان الله كده تحس ان هي سفنجه للروايح. فانت لو محمره بطاطس شعرك هتبقى ريحته بطاطس، لو عامله شويه مكرونه شعرك هتبقى ريحته صلصه المكرونه، محشي حواوشي كفته ايا كان الطبيخ بتاع اليوم النهارده هيلاقيه هنا في شعرك. فانا بفضل ان انت ممكن لو حاسه ان شعرك ليه ريحه قويه ممكن ناخد شاور عادي جدا ويبقى شعرنا مبلول عادي لطيف وحلو، يعني تغيير الشعر المبلول برضو بيدي شكل كده فامينين كده وسكسي ولطيف. لو مش في وقت ان انت تغسلي شعرك او ما عندكيش الوقت دوت، يبقى اضعف الايمان هتجيبي اللي هي المخمريه او الحاجات اللي بتبقى اللي بتتحط للشعر، في سبراي وبرفيوم وحاجات للشعر كتير قوي. الحمد لله. بس كنت اقول لكم بيبقى فيه اللي هو المخمريه او السبراي والبرفيوم بتوع الشعر دول، ممكن تستخدميهم، او لو عندك سيرم ريحته حلوه وريحته بتحبيها لا مش عارفه ايه، لو عندك سيرم ريحته بتحبيها ممكن برضو شويه على ايدك كده وبتسخنيهم وبتيجي على شعرك كده وتستخدميه من فوق لتحت، خصوصا المكان اللي فوق فروه الراس ده والمكان اللي من ورا اللي هو لما تقلبي شعرك يبقى هو الحته اللي ورا دي، لانه برضو بيكون ريحتها باينه يعني وبيكون فيها تلامس الى حد ما. اوكي. ايه تاني احنا اتكلمنا كده بس كده، ده مني في الاجراءات بتاعه النظافه الشخصيه قبل العلاقه الزوجيه. الحاجات دي تاخدي بالك منها كويس قوي، وهعمل لكم بقى فيديو تاني عن المنتجات، يعني احنا كده قلنا الخطوات، لو انتوا الفيديو عجبكم عايزين فيديو بقى المنتجات بالظبط، يعني مثلا البرفانات بقى والكريمات والبودي لوشن والسبراي والمزيل العرق والغسول بتاع المنطقه الحساسه والحاجات دي كلها، لو عايزينها كمنتجات يعني انا بفضل ايه، اكتبوا لي في الكومنتس وهعملها لكم في جزء تاني ان شاء الله. بس مين كده قلت لكم على الخطوات اللي لازم تكوني متاكده منها قبل ما تدخلي، يعني قبل ما يبقى يحصل علاقه زوجيه بينك وبين جوزك. وطبعا بنقول الدعاء لو احنا مسلمين يعني. وبس كده، وربنا ان شاء الله يا رب يسعد اوقاتكم كلها وتكون علاقاتكم جميله وخفيفه وما يحصلكوش اي حاجه وحشه. وبس كده يا حلوين، يا رب يكون الفيديو مفيد وعجبكم واستفدتوا منه باي حاجه حتى لو معلومه بسيطه، ولو استفدتوا منه او عجبكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك او سبسكرايب في القناه بتاعتي اللي هو الزرار الاحمر، وتدوسوا على زرار الجرس عشان توصلك نوتيفيكيشن اول ما اعمل فيديو جديد ان شاء الله. واكتبي لي في الكومنتس حابه نتكلم عن ايه المره اللي جايه، الفيديو اللي جاي. وبس كده يا حلوين،
حاجة كمان، اعملي شير للفيديو ده لو عجبك مع اختك بقى، مع صاحبتك، مع اي حد من قرايبك البنات اللي تحسي ان هما ممكن يستفيدوا من الفيديو ده. بس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكل خير. باي باي.